أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح المختصر الفقهي للإمام سيدي خليل. وقد درس ربعة مثلا الساقي أنكشم ذي كتاب الطهارة، أنفذو ما يرضى ربي كتاب الطهارة. باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. بيان منهجي مردينيض ذي المنهجية ثورة نغزيه ثورة أدينيض. مثلا الباب ينقسم إلى فصول، الفصل ينقسم إلى مباحث، المبحث ينقسم إلى مطالب، المطلب ينقسم إلى فروع، الفرع ينقسم إلى أولا ثانيا ثالثا. أولا ينقسم إلى ألف باء جيم، إما أبجدية يعني إما الحروف الأبجدية الفبائية، الفبائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره. ميل الأبجدية أبجد هوز حطي كلام إلى آخره. الألف نغلبا ينقسم إلى 1 2 3 4. ساقيم يقارن لا ميثودولوجي المنهجية، بمعنى يولي يخدم بحث ان اكسبوزي ريشيرش مثلا بحث الى قد يخدم الامور كيما السلام. المهم تخدم راه الحكام السيني من الناحيه المنهجيه خطا، وطبعا كل حاجات حوايج مسنيت حوايج القرايات حوايج وما نقدرش نستفهم الطريقه النظام، ولكن باش تقرب كالمعنى ماشي في الموضوع كي. مثلا هذه اللي يونسي تدرتي سميس كذا وكذا، بدي يعرف في مساكين كيني اسمي الفلاني سي ثمورث ما الذي برا يقلا ذي السعوديه كشيني صغض يعني الحمام كيني يون ورسنا وكثمورث منين كان سيك السنسي الحمام سنس الجزائر وقيد الميزان إما إلا ذي الجزائر سقساكي ولا سنسي دي زيوزو، إما إلا ونثي زيوزو استقساك سيعين الحمام، إما إلا نساسيعين الحمام السنين ذكرتي سوا وبالك تشمض لما الباطمة ولا ماذا هذا الباريطاب درجة بدرجة نمسفهم وزمضر يون كشدي الخارج كينا أنيسيك شاسين سيعين الحمام ناصي بني زمنزر ناص دولة ما غادي مثلا أث عباس ما إلا ذقات واسيف إلا أث عباس أث عبد الرحمن تدارت يا خاكا في مغراس تشمض إزما ديني ولا يغرى ولا كي خاطر كل شيء يضر ذي المخ ذي الميزان وكي ذي الميزان ذي المنهج يلاق الميزان. طيب ثورة نغال رزيك أشيني كتاب الطهارة. كتاب ماشي المعنى يس اوفراج معنى يس الكتاب، لا، معنى تقسيم منهجي قديم، والكتاب يشمل مجموعة مسائل وينقسم إلى أبواب. ما دينيض كتاب الطهارة باب كذا، باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. تجد المنهجية استخداما العلماء نزيه السيسن الإمام خليل رحمه الله. صافي العنوان يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. ما معنى يرفع؟ معنى يزال. يرفع معنى يزال. الحدث ما هو الحدث؟ هو وصف مانع من الصلاة. هذه كريون
إذن الشيخ قام الصلاة سنروح هاد الزلطة كيني أرجو زي ما الزلط أيوا زميلة لا إلا قدر واحد يغلو الوضوء ما إلا انتقض وضوءه ما يخسرش الوضوء وليت زلار بلا الوضوء إلا قد يغلو الوضوء صافي يرفع الحدث يرفع معنى يزال الحدث وصف مانع من الصلاة هذه ليوان يخسرس الوضوء لسبب من الأسباب سنذكره بعد حين إلى قد يغلو الوضوء والوضوء مفتاح الصلاة الوضوء عند العلماء الوضوء من الحدث فريضة الوضوء من الحدث فريضة صافين في المسفهم ولكن ما هو الحدث في الفقه المالكي تعريف الحدث كان تعريف ممتاز تعريف دقيق مضبوط إنك الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة إذن هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة فهذا نشرح التعريف المالكية الخارج المعتاد أكرمكم الله مثلا من البول نكون استقباليث المهذبة شيني أمان تسا أمان تسا سبحان الله وقت كان الحذاقة أكي صغارين زيك شرعيث أو سيدي خليل الصغارين استقباليث يحذقا أدينين أمان تسا وينو مدفغان أمان تسا يروح على الخلال يسوف غدامان تسا يا خاكا ميم إمسلاين أعرضنا كداوين إمسلاين يحذقن أي غير باش الجرح نرى أمذان سووال الحدث إذن هو الخارج المعتاد كالبول كرمكم الله والغائط إلى غير ذلك من المخرج المعتاد معروف كل يوم يعني من أحد السبيلين هكذا يقول في الفقه باللغة المهذبة المخرج المعتاد شكون هو يعني من أحد السبيلين إذن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة يعني فإذا كان بسبب مثلا مرض أدفنت بعض السوائل من الإنسان فلا تنقض الوضوء لا ينقض الوضوء مثلا الرعاف عندنا لا ينقض الوضوء الرعاف يعني يون يفنزر فغند إذا من هو سائل فغند إذا من فعندنا في الفقه المالكي لا ينقض الوضوء يولي تظلم بعد يفنزر فغند إذا من سكوان زرني سمشي راه يخدم هذه ذيك زمثة الظالي تروح هاد يغل الوضوء خاطئ لا ينقض الوضوء أي غير لا ينقض الوضوء خاطر ذي التعريف يديوسان ذي المذهب المالكي إنك هو الخارج المعتاد لأنه إذا من لقى فنزر ماشي يعني قيمة كان تصفض بالك تقيم عامين وتسوى ضرر يولي فنزر كيماني كتصفض بالك 20 سنة وتفنزر ضرر من بالك يون وسط فيك يطيج النية مقارنة فيك سقر والما أتفنزر شم دار الزاليث الوضوء لا ينتقض في المذهب المالكي هذا هو التعريف هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة وهو ما ذهب إليه الشافعية خلافا للحنفية والحنابلة من باب الإنصاف نذكر آراء وأقوال الفقهاء يعني ذي المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي إنك ما إلا يفقد الرعاف ينتقض الوضوء هذا الرعاف ينقض الوضوء ثم إذا سألناهم أكيد فكنا الجواب أكين مثلا
بوين حديث رواه الإمام الدارقطني عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سائل. يود الحديثين، يود حديث أيضا رواه الإمام الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه أشهدنا إذا رعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رعف في صلاته توضأ. هو يقول ابن عباس يقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ. الجواب كان المالكية ومعهم الشافعية نند هذان الحديثان ضعيفان لا يصلحان لأن تبنى عليهما الأحكام، لا يصلحان لأن تبنى عليهما الأحكام. إذن هذان الحديثان لا يصحان عند السادة المالكية. باقي نفتح قوس ثم سلامك سيأتي هذا البيان في الوقت المناسب. الحديث صحيح، الحديث حسن، حسن صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، حديث مرسل. نجد المراسيل في موطأ الإمام مالك مثلا، وقد أوصلها العلماء، ما بقي إلا 4 سيأتي بيانها في المسجد العتيق في بيان شرح أو بيان موطأ الإمام مالك إلى آخره. والحديث ضعيف، وبعد يتواضع الفقهاء، هناك من يعمل بحديث ضعيف، هناك من يعني آراء الفقهاء. هناك الرأي الأول يقول لك لا يعمل بالحديث الضعيف أصلا، لا في العقائد ولا في الفقه، لا في فقه العبادات ولا فقه المعاملات ولا في فضائل الأعمال. حديث ضعيف. هناك من يقول لا، يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي مجال الأخلاق. والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يفقد شروط العمل بالحديث الضعيف يعني. والإمام أحمد قبل ذلك قال لك إذا تعلق الأمر بالعقائد وكذا تشددنا، وبالأحكام تشددنا. يعني في قبول الحديث إذا تعلق الأمر بالأخلاق وفضائل الأعمال تساهلنا. هذا كلام مضمون كلام الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فكد شروط للعمل بالحديث الضعيف. منها إذا كان ما كانش حديث في موضوع القضية المعروضة، ما كانش حديث أصلا. وقال لك أنه الشرط الثاني أن يكون لهذا الحديث يعني صلة بأصل قائم، كان أصل قائم، مثل الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم نتاع قيام ليلة العيدين القيام، وقي حديث ضعيف حكم عليه العلماء بالضعف، ولكن يعمل به خطر عنده أصل، يعني صلة بأصل قائم، وهو الأحاديث الصحيحة الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني تحث وتحض المسلمين على قيام الليل. عندها صلة إذن بقيام الليل، بل صلاة قيام الليل هي أفضل الصلاة بعد المفروضات، بعد المكتوبات. يعني تظل قياض قيام الليل ولا شوية يشبان بعد المفروضات، بعد 5 صلوات المفروضة اللي هي معروفة. إذن وكذلك مما قاله الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قال لك ألا تعتقد صحته، معنى وأنت تعمل بهذا الحديث الضعيف في هذا المجال بالشروط السابقة، زاد شرط آخر قال لك ألا تعتقد بصحة هذا الحديث. المهم سيأتي التفاصيل إن شاء الله في الوقت المناسب، يعني كنت تحدثوا على هذه الأمور، ولكن الآن نبقى منهجيا في الموضوع. إذن السادة الحنابلة والحنفية يعتقدون، يعني الجميع يعتقدون أن الرعاف ينقض الوضوء، خلافا للسادة المالكية والشافعية. إذن أعود إلى تعريف الحدث. الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، يعني من أحد السبيلين على وجه العادة. مثلا إذا كان يون كرمكم الله يظن يروح للسبيطار خدم الناس هذه السفغة من تسا، يعني البول، هذه السفغة عن طريق الأنابيب،
ودي فغار البولة سيقلا قد يفغ سفغن تيد سوتيوث إذ سفغن من تسا لا صوند. هل ترى وين سفغن البول كرمكم الله لا صوند؟ هل ترى وضوءه ينتقض؟ لا ينتقض حسب تعريف المالكية، لا ينتقض وضوءه. والحمد لله لذلك من الفقه، يعني من الفقه أن الإنسان ميزرع شوي لان ذي الفقه الإسلامي يقدر يفتي مخرج من المخارج. ذكرنا لكم في يوم من الأيام ند مثلا الوضوء النغ مثل وضع سقر، كيفاش نمسح الرأس أو نمسح شعر الرأس، كيف؟ بارك الله فيك. هذه روح الذهب والإياب، هذا اللي معروف كاع عندنا كامل. روح عندها في بغيض يدير الجزائر كي يخدمن ما يستغل الوضوء ثلاثة وكذا يكون مسفهم عادي مي بسقرو يخدم كي المسح، يعني يبدأ من أول الرأس أو من منبت الشعر، بداية منبت الشعر إلى القفل إلى النهاية، ثم يعود مرة أخرى بداية منبت الشعر. إما إلا يولو رسالك الشعر ذاك ما عندوش، يعني أصلع استقباليت ويقارس أفرضاس بارك الله فيك، يعني ولاش إما إلا الشعر يبدأ سيبدأ الشعر سيتادير مشاريف الديماري سيكي خاطئ. هذه الديماري من المعتاد أن دا إلا الشعر عادة أثني كما مثلا الشعر عادة يبدأ منها صدر فرضاس لا بأس عادي. اتفقنا؟ صافي البداية من هنا إلى النهاية إلى القفل النهاية وبعدين عودة. ولكن مثوى ضيون يخدم كنكا هذا مكان وري روح راك والمي تسير مباشر يخدم كنكا النغ ميك خدمة كيو فوسيس يعني سوامان يسترسيث في مقدمة الرأس كنكا. الجواب صحيح، وقي صحيح وقي صحيح وقي صحيح. لماذا؟ لأن ربي القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم في سورة المائدة الآية 6 وامسحوا برؤوسكم. الباء إما تفيد التبعيض بمعنى بعض الرأس يجزي، بعض الرأس يجزي يكفي، يعني يصح الوضوء بمسح بعض الرأس. وكاين ذا اللي قال لك الباء ذي اللغه مثلا الفراهيدي خليل بن احمد الفراهيدي صاحب المعجم الشهير معجم العين، نغاس واحد لسان العرب، نغاس واحد كل القواميس مقرنين اسفض علماء فقه اللغه يعني المختصين في فقه اللغه أتفضل الإمام الحريري الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي والأئمة المعاصرين كان يعني الحمد لله في كل زمان وفي كل مكان كان أئمة اللغة. أكين الباء يحتمل التبعيض ويحتمل الإلصاق، يعني بمجرد مسر الصدر كان فوسيك يحتمله. ولكن كل في المالكية سمعته لازم يروح هكا ويروح هكا، ولكن مدخل مذكر يجوز ليس في ذلك حرج. خاطر يقول زراشياكي ما ولا يوان يغلظوا الطريقه هكا سينا وقول سينا يغلظوا بالك تفضل انت فقيه قران مادام شنو الزريضاره السنضه الفلاني السنضه تاخذ الوضوء تصوض مشكله انا انسيدون دبلوماتيك يعني. لذلك حتى ذي الفتوى انك مستنظر حاجه ندو السنغاره خادم السنغاره ولا ساوي ضيون دير فريد ولا كي سقسيون يسدم سفريد ذا الفراني انك عندك يضرب لا دراس يضرب عنوان من العناوين مستمر في السنغاره مستوى ديال لابيستني الصوادره لوريونطاسيون غلط الا قد تولهض او الله يقارن قبايلي او الله هكا لوريونطاسيون او الله اتولهض ستموسني ماشي بلا مسني. لذلك معليش ندخل في بعض التفاصيل كما قلنا لكم في بداية هذه الحلقات نحتاج إلى الصبر الجميل والنفس الطويل. طيب يوين ذا العلماء في أمر آخر ثبوت الأحاديث ذا مسألة ذا ساعة تفسيرين
الإمام مالك رضي الله عنه اسمي يخدم الموطأ يفكيث الخليفة الناس نستنسخ منه نسخا من بعد يوثس نعلق ذي الكعبة ثياضة تنفرق إلى الأمصار يكل مناطق العالم الإسلامي الأمة الإسلامية ذي الوقت ويأتي قرار الخليفة يلزم المسلمين بالعودة بالرجوع إلى موطأ الإمام مالك شو لا كونستيتيسيون شو الدستور الواقي كان الإمام مالك الناس خاطئ إن الصحابة تفرقوا في الأمصار يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا دا يروح ولا قاعد يقيم دمكة ويروح للمدينة ويروح للشام إناس كل يونس الصحابة يبيذس مسنين الصحابة يصحب النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم شو الأحاديث يحفظ صافي ما إلا كاين ذا يغر الصوضر المعني يسوسي النار ثارقينو السونك ينسل من مرة مذوياض خاطئ يفهم يسعى صواب يسعى الميزان يتحزيف الإمام مالك إن اسم كل يوم سي الصحابة يبويدس العلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر يبويدس ما تيسر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الصوضيث لذلك تفطر مثلا كتب مثل مسند الإمام أحمد أتفضيس الأحاديث وتفضل ديال الموطأ لانت الاحاديث تفضل البخاري وتفضلها نغذي مسلم وتفضلها ذي صحيح ذي سنن الترمذي ابي داود النسائي لانت احاديث تفضل الامام الموطأ وتفضلها ذا النظام اصحاب الصحاح اصحاب السنن لانت احاديث تفضل ذي مستدرك الامام الحاكم وتفضل لا ذي الموطأ ولا ذي البخاري ولا ذي مسلم الى اخره. المساله يتمثل مساله تحواج ثمسني تحوج ذا الأدب خطر ما يلي ونورس على الأدب وسمحتي غراي الحديث هذه يستيري في الغاشي هذه يستيري في الغاشي وثقي خطأ لأنه من شروط التعامل من شروط استنباط الأحكام أنه لازم أتجمع كل النصوص المتعلقة بالموضوع سواء في الكتاب أو في السنة ذي القرآن أتجمع ذاك الآيات يشد الموضوع عني وكذلك أتجمع ذاك الأحاديث أين في حدود المتاح الممكن يشد الموضوع عني باش تستفرض الحكم من الفتوى الشرعية. طيب إذن هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. طيب ثورة نكمل نغال لما ذي العنوان دائما باب يرفع الحدث هذا نفهم إذن يرفع أنكسنا السكسان يزال الحدث وهو الوصف المانع من الصلاة وحكم الخبث كرمكم الله النجاسة والحمد لله الدين يا ربي يغي والصيغ في تزدي يعني أريز مرايون غاس يسعى الوضوء ولكن يمس قندوريس يمس يعني اللي في سنة ثلثة جلسة يمس إما يمس الكورينس النجاسة نغ ذي اللبسينس نغ ذا أمكاني عندي الظل ويتزال ذي الكوري مثلا كرمكم ويتزال يعني عندي إلى الوسخ وكذا أكا وتضرب في الخدمات النظام وني يخدم ذي البلاطة وني يخدم من ذا ميكانيك وني يخدم من وكذا يكون الشغل عادي كجماعة الخير ماشي سيدي كيني كي يخدم من البعض يتزال غير المذيض المال 10 كيل خاطر كيخدم غادي فارين تخدم غادي ذي اللوح غادي من ويزين غيخدم ذي لا ميكانيكا كاين سامدي تنتيس دوك اللي يوثيوث ظهور العصر المغرب العشاء هكا يوميا خاطئ. لذلك المقصود هنا هو النجاسة وحكم الخبث بالمطلق. المطلق شو يقصد سيدي خليل؟ يناد المقصود الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة. ولكن سبحان الله مقر كان في حداث بوال خاطر يسمى المختصر الفقهي يزمر ديني بالماء المطلق انسى يحذف كلمة الماء يناد مباشرة المطلق ويراد بذلك ماء ما يطلق عليه وصف الماء بلا قيد ولا إضافة
ماء أي ما سمي ماء الأنهار وماء الأمطار وماء البحار وماء الآبار إلى غير ذلك. أينكم من زمرس نسمي أمان ذمان، يعني صلحا للوضوء، صلحا لرفع الحدث والخبث سوى من الماء. لماذا؟ بعد هو يشرح الآن، ذرك الآن يشم لي الشرح. إن وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. وقيت هذا الشرح كلمة المطلق يدي يخدم ذي العنوان ثورة رني في متن المختصر الفقهي. وهو ذا شوث المطلق غير الماء المطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. أينكم من زمر أسنسمي أمان بلا الإضافة بلا القيد وقي يصلح الوضوء، فهو الماء الطهور. طيب، ربي القرآن الكريم الناد وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثقي تساد في سورة الفرقان الآية 48 وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كني غد الماء والشيخ الربيع مشطوحة ثاني يساد يبي دمان صحي تمي. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان الآية 48. بارك الله فيك يا ولدي. وربنا دغ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الماء الطهور إذن هو الذي يصدق عليه وصف اسم الماء بلا قيد ولا إضافة. لذلك العلماء أننا ثلاثة الأنواع من الماء، إلهم يقارن الماء الطهور نوع مزوارو، والسين الماء الطاهر، والثلاثة الماء النجس. هذه ثلاثة الأصناف. الماء الطهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، طاهر في ذاته مطهر لغيره، هذا هو الماء الطهور. ذا شوث الماء الطهور هذا في كل الأنواع إلا مياه الأمطار. الهواء أتجمع ضمن الهواء وتغسيس الوضوء يجوز. إلا مياه الأنهار أمان بوسيف ذا يتسزلن حفظنا له أمان بوسيف. الآن مياه البحار يعني أمان البحر، في حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فنتوضأ، يعني سنأتي إلى هذا الحديث من بعد. ذا شو سينا إنيس هو الطهور إسنينا الصحابة هو الطهور ماؤه الحل ميتته، اسميس الطهور ماشي الطاهر، خاطر كدين الطاهر إزم ذيلو يصلح للوضوء، ولكن هو الطهور ماؤه الحل ميتته. معنى البحر أمانيس جزء الوضوء، وكذلك كاين عايشين داخل الحوث ثيد الصيدود ديوض يموت يجوز باش تشرب لأنه طبقا لهذا الحديث. وكذلك مياه الآبار يعني أمان الفيور، مياه أمان الفيور، وكذلك أمان العيون نغلعوان صر ويقرص العين ويقرص العين صر. لذلك سيدي خليل رحمه الله يمدينا المطلق، يقصد الماء المطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. يوكم نقوم السلام أمان أدين مياه الأمطار أمان الهواء وليش زيادة، أدين مياه البحار أمان البحر، أدين مياه الآبار أمان الفير، أدين مياه الأنهار أمان بوسيف، غادي نض مياه العيون يعني أمان العنصر نغمان نتالا وكذاكياك زمان يطلق عليهم بالوصف القرآني ماء طهورا. الماء الطهور هو
الطاهر في ذاته المطهر لغيره، ماء طهور. ولكن سمحتي، الماء الطاهر القسم الثاني هو ماء تغير أحد أوصافه، إما الطعم أو اللون أو الرائحة. زمان وميفدل يوثي الصفينس، ماء تغير إما طعمه نغ لونه نغ رائحته. زمان يخلطن مثلا كنت سامنت أثاث قرعة بومن يجري فاسنيو زمان وكي ماء طهور. ولو كان أدفك الدمض شوية انتامنت تترضخل نغايفكي شطيفكي أترضر داخل أتبدل لا كولور نغلا أتبدل لا كولور ينس اللون وذي يبدل الطعم ينس وما يعطل تبدل من الريحة ينس أكا يسكوغي ماء طهور؟ لا، هذا ماء طاهر. طاهر ذا شو الفرق بينهما؟ الماء الطهور لم يتغير وصف من أوصافه ويصلح للعبادة والعادة. يصلح العبادة تغض الوضوء تدوش يعني ترفع الجنابة وهكذا. الماء الطاهر وكي خلطن ديغي يفكي نغ الزيت نغ شو وكي ودقرر ماء طهور أدي ماء طاهر. طاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. يلا زمان ما يخلط يغين غو يفكي نغ الزيت نغ ثامنت اللوظور يصلحها، ولكن يصلح وين يظني العادة. يصلحات السرد يسلقش، يصلحات السرد أذميك، يصلح باش تسبضيس امان يسعان ثامنت غزيت يجري تصبل سيس الشربه تصبل سيس العدس الحمص اسمس فجيل فانتنا اي غير يصلح للعاده لا يصلح للعباده. صافي الى ماء طهور النثيد، الى ماء طاهر، الى ماء نجس كرمكم ليس عن نجاسه. اتفقنا؟ صافي إذن بدنا ربي وأنزلنا من السماء ماء طهورا ذاكيد يقصد سيدي خليل هذا فلاس يعفو ربي إنايك وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. ما هو القيد؟ القيد قل مذكور وكاين العلماء يقول لك بلا قيد ولا إضافة. خطر ما نقيس عنا يفكين غا الزيتنا جمع دين دامن وكذاك اكينا غا شو ثواقي الدينير زمان يخلظن اكو الزيت صافي ثني دوال زياده زمان يخلظ يسو يفكي صافي مادام ثرني دوال زياده حبس اثيد نكس سي لا بروميير كاتيجوري صنف مزوارو الماء الطهور اثنسكشم ديال الماء الطاهر وما إلا تكشم النجاسة خطر يغر وقي طاهر مع طاهر أي فكي طاهر أمان طاهر هكا الزيت كل شوالي سي بوساتان ديال الطاهر يصلح للعبادة ولا يصلح يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. سبحان الله في حكمة أيضا كثيرا لو كان أتغض الوضوء كياض تروح ضرين بمكان كذا فكان أكيد تقرعت وسوالي ضرع خاطر دي لاجور دي ثلاثه تواليض مثل الكازوز يكتفكان تواليض صنو قال الكازوز واقي لو كان شي دفكان دكياض اتخدم ذاك السرضي فاسني كنت فقداره مي دوكا ديال سيميك سنحبس واقي الكازوز واقي صح وثيكوان وسفقداره ما الى زمان يسعان ماده النظام تغير اللون ينس لا تغير الريحه ينس مثل السنزارن دوزيام باراج هذه فاقة نحبس وذاقي حكمة من الحكمة خاطر كل العبادات ليس المقصود باش نبحث عن العلل
أو عن الحكم. أنا عرفت ربك نغدينا وخلاص. ماشي من المعاملات نعم في هذا المسجد المبارك زرا من إلا محور اسمه فقه السنة النبوية، مش نديرو اقتصاد مش دينا كل حاجة كنت في الدليل العلل، إما الأدلة طبعا الأدلة النقلية مع الحجج العقلية. أي غرثاقي يجوز أي غرثاقي يجوز لا دينا يسأل قد تبحث عن العلة لماذا. أكيني مثلا الاحتكار لا يجوز لماذا؟ أيضا الاحتكار لا يجوز أتفكر العلل. أكيني المضاربة القراض تجوز. القراض شو المعنيس؟ المعنيس يجمثنا أدي في 200 مليون يجمثنا أثني استخدم وقيف كاد ذريم وقيف كاد 8 سنين خدمنا العقد يجوز. يرنا ضفضون الفايدة كنبغانا وقيف كاد 200 مليون يجمثنا وايض يفكاد 8 سنين لو سافوار فير 8 سنين أو تيدي ذا شو خدم تورا وقلت يفكار دورو وقلت يفكار ثيذي أو 8 سنين الناس شيني صنوض وتجارة وكذا يلا أفكر 200 مليون تاجر. ذا شو العقد يخدم تورا يجوز شرعا خاطر المصلحة واضحة هذيك، لأن الشريعة تيسر. الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، والأصل في العادة الإباحة إلا بنص. تجي قاعدة ذهبية. أم بعد ما كتظلم الأرباح كنت مسفهمة يزمر سيني أفكر 200 مليون مي هذا هو 2 تيار الفايدة ما يبوي 30 مليون الفايدة أم كتفضون 2 تيار 20 مليون تيوي فاف كثري من 10 مليون تيوي فاف الخدمة وين يخدمن إما مسفهما 50% النص 30 مليون 15 إما إلا وجي إكسبير كبير وجي فاس خدمي ذري منيس أسيني كيني تاجر ذا مقران إكسبير أكتخدم غير ذري منيك ولكن كذا ويغ 2 تيار الفايدة شو تسوي 2 تيار تمسفهمم عادي تمسفهمم ربينا يون في الآية الأولى من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبعدين الأدلة ذي الحديث وكذا إلى آخره. ذا شو العقل اسميس ديال المصطلح اسميس عقد القراض نغي اسميس عقد المضاربة صافي ما إلى ذي المعاملات تدنف كذا تفصل العلل ولكن ذي العبادة كيغدينا ربي خاطر كان سؤال سال غنا أي غنزل العشاء 4 ركعات لماذا؟ لو كان من كينيس 3 ركعات بركة خطرنا عيان من الفجر معليش نزل 7 نورمال ذيك العبادة ذيك السبور وكذا مثل ذيك سورتو ذيك نفذو والشمالي شغل لكن رمضان تنفيكسي دي ديسمبر جونفي لو كان سؤال غورك ماذا بك راه تنفيكسي يدور ديال الشتوى ديال التفسوس ديال القنفذو ديال الخريف العبادة نسأل ولذلك ولكن العلماء أحيانا يدخلون يعني يبحثون عن بعض الحكم يقول لك هذه اجتهادات إذا وفق الله يبارك وإلا فالحرج مرفوع إن شاء الله. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى لا شو ذي الندى استقبلت القرص النذا أكا النذا ذا شوث البلل النازل في آخر الليل من مثل النذا ماشي ثورة الماء قرب ذي روح يض هذيك فويض ذينا أدغلين ذني ذمان بلل يعني هذه اللخص أما التجرة أما ذا خام هذه اللخص داير مين مسمح ثي يفردان الصباح وقاذي يعني تفهم الصباح زان يقرا الصباح عاسمانيك لي فران وكذا سلطان دار لي فراج عند كذا خاطر مولاش تجلسيض مولاش ديرابيض مولاش كذا المذني من امانني ما يغلد في التجاره في ورق سن التجاره يجوز تخصيص الوضوء في كل تجور ثم قرانين نشفح كنا غادي مغارن زيك انك ديال الغابه انت ساغ الوضوء سوى من ذا سبحان الله خاطر نكوني ذي ثمورتنا سيدي خليل يسعى غزال اماكن يكون نسفهمه غادي الدرسه مزوارو سيدي خليل زيك مدين شو كاين اسم القران اسم سيدي خليل ويني غران سيدي خليل اسم ثا شرعيث ثنكمال يكفيه
أي لو كديرنو ذا الخير زيادة. ولكن ترسل إن شاء الله سيدي خليل ولاش ثمثلتي جا أكثر من 200,000 مسألة أو ماشي 100,000 أكثر من 200,000. وكان العلماء اللي قال لك لا 400,000 مسألة اللي خدمنا الإحصاء 400,000 نتمثاليني قلنا ذي المختصر قد نشرح كيف مثلا سيدي خليل ذيني مي مزورنا في كان سازال ما كنت حصان يثم عمرين هذه غير سيدي خليل هذه غير القرآن سي نورمال ذا ولا ربي ذي غير القرآن يثم عمرت وذا سيرنو ذي تمسلايث انت عرفت ثاجرمث الأجرومية وسيرنو ذي الفقه سيدي خليل ما يسعى ثلاثة ياكي الله يبارك يجمل ثموسنيا كي قارنزي الور إمغارا ورسينا الدبلومات نغاشو أشيني نتساغ اللوظو سنذا إنتساف ثفجريث سفلان تجور ولو زار ثمسة كينا مشاكا تاخذ اللوظو ماذا العين صار ما تارقا ماذا سيف معليش مين صغر النذا نعم سيدي خليل سيدي تزوره كان وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده يعني مثلا الجليد نعم أجرس مكذوف يجوز باش تغطسيس اللوظو ومن باب أولى أذفل الثلج من باب أولى الثلج وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده مكذوف بعد جموده. طيب الآن سنعود إلى هذا بعد حين ولكن لابد أن نقرأ واحد المتن ابن عاشر. متن ابن عاشر ذي ولد العالم غادي يتمسلاي في الفقه الصوت غد الفقه ماشي بالمتن المنثور يصوت بالمتن المنظوم. سمحتي احيانا اعيد بعض المعلومات باش انت نوالف المتن المنثور والمتن المنظوم. المتن المنثور ذي النثر أما جي سيدي خليل مباشرة يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وبعدين وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى إلى آخره. وجي قاس نثر إلا ومقارن المتن المنظوم نظم معناه ذا سفرو سلميزان بارك الله فيك يوزنيث ذا خاطر سفرو يوزن ماشي مسلايا كي تمسلايا كا وكي نيت كانوا خلاص يسمى دينيض اوالي يسعى المعنى يقرز يلها ولكن روزين راه ما الا ذا سفرو هذه اللي يوزن هكا جماعه الخير هذه اللي يسعى الميزان. وذي اللغه العربيه اللي يقارن بحور الشعر أصف مثلا البحر الطويل البحر كذا سعى البحور الشعر وزمادين كدخل ذا مذياز قارن قبيلي ذا مذياز معنى الشاعر هكا. بدل مثلا الشيخ محمد الحسين يقارن ذي مسلاين نثريه ذي الحكم لا ساجيس دخل ذي الحكمه ملاني مذياز الوياضه بالحاج السعيد مثلا ذا سفرو اكدياوي المثل ذا سفرو كنا غاود مثلا سلعه ذي الزابور لضيور وذي تفرفيرن سلعه ذي الطورات يذورر وذا علاين سلعه ذي الانجيل التجرد وين ثمرن سلعه ذي القران يلدم في بوري غلقن ينزل غف محمد رسول النبي عزيزا يكفيك ان القافيه قرنس القافيه يعني ما كاين الا ذي تعرف ذي قبايليت ذا شنكو قبايليت ونخدم على البحور ني نخدم ذي تعرف
هكا الشعر العمودي الذي ينضبط بالبحور الشعرية. أي غردني غاولاكي باش يكون ديني العلماء نغ صوضا أندف كان غد ثمو سنين الفقه شعرا سيسن ابن عاشر يسعى المتن، ولكن المتن يسال الله يبارك مقارن شي كفدا واقي سيدي خليل يبدا مباشرة كتاب الطهارة أكيد كفدا، ولكن مثل ابن عاشر يبدا يفكر ذاك المنيو ياك شويه داخل يقول عبد الواحد بن عاشر ذنت يعني مبتدئا باسم الإله القادر هكا الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، بعد صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي يفكر ذوك المقدمة بعد الميد يبض كتاب الطهارة يعني يشوفان أشد نسمسلا كثيرا غيثين السبن إند فصل وتحصل الطهارة بما على طول ميم رجالا لو تتراكين نغسن تلني قارص قبايلتنا العنوان لا الشمي داخل مباشرة إن فصل وتحصل الطهارة بما أكا من التغير بشيء سلما المعنى يس زمان طهور ذا ولد يسند القرآن سورة الفرقان الآية 48 ذوني يشرح الإمام ابن عاشر من التغير بشيء سلما يعني سلما من جميع المغيرات فسلمت أوصافه جميعا لونا وطعما ورائحة. إذا تغير بنجس طرح ذاكي تسمسلا يغيد في النوع الثالث من أنواع المياه اللي هو الماء النجس كرمكم الله إذا تغير بنجس طرح إذا تغير معناتها تبدل الريحة ينس تبدل الذوق ينس طرح. ما معنى طرح؟ معناه يرمى، ولكن يخينا راه غيتوذكر خاطر الماء النجس يصلح ربما ذي لا يصلح يتجور يصلح ليس كذلك يصلح معناتها خطر في الفقه في فقه الشريعة إلى حاجة غتستخدم ظلام ماذا ينك في الله ذلك ترمى تطرح على الأرض. والحمد لله ربي سبحانه يجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. العلماء يشرح لنا حالة شو دنان مسجد معناه كي ثازالي ثندا زوداتي قبل ربي ذي الجماع داو الزمور ذي اللوزين ذي الحانوت سفل الله الضال عندها اللي هذا اصل القضاء زمور الظالذين بس قرارا كذا القضاء زمور الى قال ما بضل ساقام خاطي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طهور المعنى يسمى له ولاش امان تيممض سواين الا نسفلا القاعه اما اكل نغرمل ازرو طهورة. ولاد العلماء في تعمقهم في فهم معنى الطهور إن مما أين كني النجاسات مش مدي القاعة غادي يزدينت وذاك العلماء يقزرن شغلاكي هكا تحولات يقزرن وكذا وكذا إلى آخره. ذيوث المدينة في اسطنبول عندك كرامكم هذا لي بوبال وكذا ذا كان يغالطوا راه شكيتي ياكل خاطر سن صحاب اللغن استخدم انت مسنين سن السفران داين الهان ذوين يعني أهات سوال المدن والهوالة. إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح مع انتهى يفذر ذاك النوع الثاني من أنواع المياه اللي هو الماء الطاهر أو طاهر ودينار طهور خاطر الماء الطهور لا من هذا الماء الطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره المياه اللي ذكرناها قبل حين. ولكن الماء الطاهر غاس ذمن زديت ولكن ما خلط دي سواء من يغين غيفكين ثامن غزيت يعتبر ماء طاهر أو طاهر لعادة قد صلح يصلح العادة وليس العبادة إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب يعني ما لا يمكن الاحتراز منه نغ أماني دي عدان في الكبريت أماني دي عدان في المعادن أتفضل الرسالة حيث تبدل
نغ امان الا ندك وكال اكني مقارن اكني زكوا نغل نعم المغرب بارك الله فيك. المغرب جيت نقار المغرب تقبايليت كمغراتين يعني شو درت اعرف كمغرب اماني المغرب امني صلحا فهو ماء طهور صلحا للوضوء. بالنسبة للماء للنجاسة اسمحوا لي كان ذي الفقه المالكي فيه واحد النقاش مهم جدا. ما هو؟ هناك الماء النجس طبعا انعقد الإجماع على عدم صلاحيته على أن يكون يعني للوضوء فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. ولكن الماء يمثكش من النجاسة ثمش تحث النجاسة ثمش تحث يعني ماء كثير سقطت فيه نجاسة ولكن لم يتغير وصف من أوصافه هذا يصلح للعادة ويصلح للعبادة. مفهوم؟ اختلف العلماء إذا كان الماء قليلا خطر أمام البحر أمام البحر ديجا كلمة بحر وصف البحر أعرف لي اسم البحر للماء الكثير حاجة كثيرة تغمق الصيغ الفلاني ذو البحر التاريخ ذو البحر يسعى التاريخ قرويس يحكوا ذو البحر ثموسني ذو البحر لكن قال معني يسعى خير الله يبارك يعم غرس الخير ذو البحر أشينين الفلاني وليس أم البحر يسع يرفض يتساوي هكا. لذلك الشاعر مسينا إن يسوى بحري لا تكدره الدلاء يقصد ثقي كناية ذي الأدب إلا يقارن المحسنة ثقي البلاغية إلا يقارن الكنايات سمحتي كل أول شو درك ماس إذا دوا بحري لا تكدره الدلاء. العرب يطلقون وصف البحر على الماء الكثير يطلق عليه وصف البحر ولكن أصبح الوصف أو المصطلح لصيقا بالبحر دون سواه لكثرة الاستعمال فقط. زمان في ضمانة وقسمي بارجي كي نزل البحر يجوز نزل البحر ماء كثير صح ولا مثل النجاسة داخل ولكن هو ماء صالح خاطر يقول لك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الماء لا ينجسه شيء. وفي احاديث نتاع حديث القلتين اللي شرحناه في الموطأ في المسجد العتيق حديث القلتين بذكر الروايات نتاع حديث القلتين اكثر ومان غسل النجاسة يجوز اكرمكم الله ينادي اللي داخل البحر ممكن هذه السرحه ومن تسى داخل وقالوا يخصن الحداقه خاطر البحوراتنا طويله ومسن داخل ولا برا هكا الشواطئ الياورت ديالنا الكازوز ديالنا قراعتين الشراب ديالنا كرمكم الله كل شيء ديالنا الى اخره. اذا وصف البحر يطلق على الماء الكثير في لغه العرب ولكن استأثر البحر بهذا الوصف لكثرة الاستعمال فصارت عملية الإلصاق مسنا ومذيازنس وبحري لا تكدره الدلاء دلالة على عمق شعره إنك البحر ماذا الفافور يسلو غير البحر أي غار ماشي كان دافيذون يا خاكا ماذا الفير يقوان ومانيس عمر سوفيذون نغسو موتور دايما زديث إيميلا شوية طب ومان كان واحد 3-4 دقائق تصفى هو كاليز خاطر وري غميقارا وري سالة ما نطاس وقي باش الصورة الشعرية بغات تديني مديني وبحري يشبه الشعري نس البحر يغمقان إناياك وبحر لا تكدره الدلاء وتسلوه نارا يفيذونا والفافور تسلو غير ما أدرك يفيذونا. طبعا سمحتي وثقي حلقات علميه صافي تكون فلسيه هذيك الشمسيه نسيد في المعاني الى ابعد حد خاطر مدينه البحر هذا. لذلك العلماء الماء اذا كان ماء بحر ماء كثير
تكشم ذيك شوية النجاسة، هذا يصدق عليه وصف الطهور، الماء الطهور اللي مذكور في القرآن الكريم. ولكن ما إلا شوي طبامان ثلا ذيك النجاسة إذا تغير وصف من أوصافه، إما لا كولورينس الذوقينس الريحينس، وجب بإجماع العلماء سلفا وخلفا ورجوزالا لا يصلح لا للعبادة ولا يصلح للعادة. إما إلا أمان الشويط تكشم ديك النجاسة الشويط ولا الشيء قيمة كني الريحة ويسرح راه كذا لا كولورين سوت في دلارة إلى آخره، الطعم يسوي في دلارة إنك واقي لا يسلب منه وصف الطهور، واقي الثابت في الفقه المالكي وهو المشهور. ولكن اش ودنا الفقهاء المالكية أننا إذا وجد غيره يكره الوضوء به، وإذا لم يكن هناك غيره فلا يكره الوضوء به. ميل السعيد للشوا فقرع تاقي شوية طبامان إلى ذيك يعني النجاسة والشروط تاقين وفي درنتها ما كادين الأوصاف لم تتغير. ميل سوى تاقي السعيد أغلظ سيس توضا وتساقوا يجوز. ميلا السعيد منوية زدي السور ولا شك ديك السن ولا النجاسة يكره باش السر سوق هذاك، إلا إذا كان أقرأ كذا مسافر أما ناقيت حوايج طني في السيث صافي وكذا زدين 100% جيتني في السيث وكذاكي أغسيس نلوث. قل كان عمق الفقه، وهذا هو الثابت في الفقه المالكي. ثورة ذي النهاية مثلا خلاصة خفيفة الساقين فذا كتاب الطهارة ذي المختصر الفقهي من الإمام سيدي خليل نيوضد أرمي عند دينا أو ذاب بعد جموده، ذاكي نحبس في المتن متن سيدي خليل. سورة قوال السليغ والحمد لله رب العالمين.